بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل بسكوت الشاي الاقتصادي الجميل ده، لزوم بقى السقسقة في الشتاء كده. إيه زي ما انتوا شايفين الدنيا بتسقع بالليل، وبنبقى عايزين اي حاجة خفيفة كده في الفطار او في العشاء. فالبسكوت ده اقتصادي جدا جدا، من غير لا بيض ولا زبدة، ويطلع معاكي بنتيجة كويسة جدا جدا. انا ما كنتش مصدقه ان هو يطلع بالنتيجه دي. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، هحوش منه معلقتين تمام كده، وهستبدلهم بنشا. تمام، يعني انا هحوش معلقتين من الدقيق وهحط بدلهم معلقتين من النشا، بس معلقتين هرميين يعني. تمام كده اهوت. وبعد كده هضيف كمان معلقتين من الكاستر. تمام، ولو ما عندكيش كاستر ممكن تحطي الاربع معالق نشا. تمام كده اهوت، احنا ضفنا معلقتين نشا وكمان معلقتين كاستر. لو انت ما عندكيش الكاستر حطي الاربع معالق نشا، مفيش فيها اي مشكله. وبعد كده هنحط قرصه الملح سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده، وهنحط معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، ما تكتريش عن كده عشان بس تبقى البسكوته منفوشه كده من جوه، ما تبقاش مكتومه وتبقى مقرمشه. تمام كده، هنقلب كل المكونات الجافه دي كده مع بعضها. وعندي هنا نص كوبايه من عصير البرتقال، هكملها حليب. تمام، لغايه ما تبقى كوبايه الا ربع من الماده السائله. ممكن تعملي الكوبايه الا ربع كلها عصير برتقال، وممكن تعملي الكوبايه كلها الا ربع حليب. تمام، بس عصير البرتقال هو بسكوت برتقال بيديله نكهه حلوه قوي. ومعايا كوبايه الا ربع من السكر العادي، لو عندك سكر بودره حطي كوبايه كامله. تمام كده، هنحط بقى البرتقال اهوت على الحليب. وممكن زي ما قلت لك تعملي الكميه كلها عصير برتقال، او الكوبايه الا ربع كلها حليب. تمام، وعندي هنا كوبايه من الماده الدهنيه زيت على سمنه. تمام، حاطه نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه. ممكن تعملي كوبايه كلها سمنه، وممكن تعملي كوبايه كلها زيت. تمام، وممكن تحطي كوبايه الا ربع زيت وتحطي تكملي كوبايه سمنه. تمام، الماده الدهنيه دي بقى حسب ما تحبي. هضرب المكونات كلها في الخلاط لغايه ما السكر يدوب والخليط يفتح معانا كده. وبعد كده هنزل على المواد الجافه وهقلبه بس كده. لو عندك العجان ممكن تعملي الخطوه دي كلها في العجان وتحطي سلاح الكف، لان البسكوت مش بتعجن. تمام، البسكوت يا دوبك بس كده بتقلب لغايه ما المكونات السائله تختلط بالجافه. تمام كده، وكلها تدوب مع بعضها. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. ما تعجنيش البسكوت، لانك لو عجنتيه هينشف معاكي وهيبقى يعني مش حلو خالص، مش هيديك النتيجه المطلوبه. هو كده بطراطيف صوابعي اتاكدت ان المكونات كلها اختلطت ببعضها، وهسيبها بقى كده خلاص. تمام كده، في الوقت ده انا هكون مولعه الفرن على درجه حراره 200. اتبع معايا هقولك على سر التسويه عشان يطلع معاكي مظبوط ومستوي واخد اللون الحلو ده. ومعايا طبعا القمع اللي هو المشرشر ده بتاع البسكوت، مكتوب عليه 1 دي او دي 1 يعني. تمام كده، وعندي كيس حلواني اهوت زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى اشكل البسكوت. هو بس هيحتاج منك ضغطه خفيفه كده، لان ده بسكوت القمعة. تمام، لو انت حابه تعمليه في المكنه هو ينفع على فكره في المكنه كمان، بس لو لقيتيه بيقطع معاكي ممكن تزودي معلقتين دقيق. تمام، لغايه ما يظبط كده ويديك النتيجه المطلوبه. واعمليه بقى بالحجم اللي تحبيه، حبه صغير حبه كبير، ده بقى حاجه ترجع لك انت. تمام كده، مش هياخد معانا اي وقت في التشكيل. زي ما قلت لكم انا في الوقت ده مولعه الفرن على درجه حراره 200. تمام، وهحطه على الرف الوسطاني. بس قبل ما احطه في الفرن هنزل درجه الحراره ل 180 ل 150 كمان. تمام، يبقى انا الوقت مولعه الفرن على درجه حراره 200. تمام كده، وقبل ما ادخل البسكوت هنزل درجه الحراره لغايه 150. تمام كده، عشان البسكوت ياخد التسويه المظبوطه. هياخد معاكي ساعه الا ربع، وهيكون طالع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، هش ومقرمش وجميل جدا جدا جدا. تمام كده، شايفين اهوت بينزل معايا بكل سهوله. وزي ما قلتلك لو حابه تعمليه في المكنه هتعمليه، بس لو لقيتيه بيقطع معاكي زودي معلقتين دقيق. هو بسكوت القمع بيبقى ملزق شويه. وشوفوا عمل معايا كميه قد ايه، ولسه كمان معايا فايض. شوفوا طلع معايا كميه قد ايه. انا للاسف ما وزنتوش، كان نفسي اوزنه بس مجاش في بالي بقى. نص كيلو من الدقيق عمل لي كميه قد ايه. لو حابه تضاعفي المقادير ضعفيها. ما خدش معايا ساعه الا ربع في الفرن، وكان طالع بالجمال ده. جنب بقى كوبايه شاي بحليب او كوبايه شاي في الصبح كده او في العشاء، جميل جدا جدا ومغذي وحلو قوي قوي لزوم الشتاء ده والدفا اللي احنا فيه. وكل مكوناته اقتصاديه، ويعني مفيش فيه لا زبده ولا بيض كمان، حاجات متوفره كلها في البيت وجميل جدا. وما خدش معانا اي وقت، وهش وجميل ومقرمش. شايفين جميل جدا جدا.
يلا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو انزلوا حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. شايفين طالع لونه حلو ازاي؟ ده لان انا مسويه حلو. لو كذا بسكوته خدت منك لون كده مفيش فيها اي مشكله. شايفين مقرمش ورايب وجميل جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين، وما اخدش معايا اي وقت. يلا حبيبتي اذكري الله، قولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.